الدبابيس المشوية. هنعملها النهاردة بتتبيلة رهيبة، هتخلي الطعم خيال، وهنعمل لها صوص شوي في الآخر هيدي طعم ونكهة حلوة قوي. مش هتبطلي تعمليها وبأسهل طريقة. يلا بينا على طول. أنا معايا هنا دبابيس غسلتها كويس بالملح والدقيق والخل، وبقت زي الفل معايا تمام. وعملت لها تشريحة زي ما انت شايفة كده، تشريحتين كده عشان ادخل الصوص فيها اللي احنا هنعمله للتتبيله وتشربها كويس. معايا بصلايه مبشوره ناعم، ومعايا فصين من الثوم، وجنزبيل مبشور معلقه صغيره، وعصير ليمونه كبيره، وربع فنجان من الخل، و3 معالق تقريبا كبار من بس الزيت. كده هنخش بقى على التوابل بتاعتنا. معايا معلقه من الملح، نص معلقه كل من فلفل اسود، كزبره، ربع معلقه قرفه، نص معلقه كاري، نص معلقه بودره بصل وبودره ثوم، وبهارات فراخ، وبابريكا، وزعتر. وانا كمان حطيت ربع معلقه صغيره من بودره الزعفران. تمام. وهقلب ده كله مع بعضه كويس قوي. بس كده، هي دي التتبيله بتاعتنا. الصوص بقى بعد ما هنشوي هبتدي ادخل التتبيله بتاعتي دي جوه الفتحات دي، ويا ريت اكون واصله بالفتحات دي للعظم عشان اوصل التتبيله كويس قوي. وهي تتبيله بجد حلوه قوي. بس كده هسيبها بقى. انا سبتها نص ساعه، انتي تقدري تتبليها من الليله اللي قبليها او ساعتين 3. هرصها في الصينيه اكون دهناها بماده دهنيه، سمنه او زيت، وهحط بقيه التتبيله معايا في الصينيه وادخلها على فرن في الاول متسخن على حراره 200 لمده نص ساعه. وبعد كده هرفع درجه الحراره لحد ما تكمل تسويه للاخر. احط فيها شوكه او سكينه ما طلعش ميه. استوت معايا اهي، خدت حوالي ساعه. هحضر معايا بقى صوص. ده حوالي 3 معالق من الكاتشب كبار، وعليهم معلقه كبيره من الصويا صوص، ملح، فلفل اسود، ومعلقه كبيره من العسل، مهمه جدا، عسل ابيض او عسل اسود المتوفر عندك. وهدهن بيه الفراخ كله كويس قوي. الخطوه دي مهمه جدا، هتدي طعم حلو، وبجد هتفرق بجد. جربوها وهتدعولي. هدهن بقى الفراخ بيها كلها زي ما انت شايفه كده، وهدخلها الفرن لمده 5 دقايق، وهيطلع عندك الفراخ بالجمال ده. تقدري على فكرة تقطعي بطاطس تحت الفراخ دي وهي بتستوي. وبألف هنا وشفا. بص بجد حلوة ازاي، والله بجد طعمها خرافي خرافي. يلا باي باي.